السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وبارك عليه. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الطحينة. هي بتتكلم عن نفسها احلى من طحينة المصانع. قوامها بسم الله ما شاء الله ولونها الفاتح. الخطوات بتاعتها سهلة وبسيطة وهتعمل بكل يسر وسهولة. المقادير بتاعتنا اهي. اول حاجه كوبايه سوداني متحمصه، كوبايه سمسم متحمصه، كوبايه سمسم مش متحمصه، كوبايه دقيق، كوبايه زيت، كلهم بنفس معيار نفس الكوبايه. اول حاجه هنبتدي نطلع الرطوبه من السمسم بتاعنا. هنبتدي بالسمسم اللي مش متحمص نقلبه تقلبتين كده، وبعد كده هنضيف له ايه على طول السمسم المتحمص والسوداني. انا مش عايزه احمصهم لان انا عايزه اخلي الطحينه بتاعتي لونها فاتح. وانا اوريدي معايا السوداني متحمص، وعندي كوبايه سمسم متحمصه اللي هم هيدوني الطعم، وكوبايه مش متحمصه، وهقلب لحد ما اوصل للسخونه اللي انا عايزاها. وبعد كده ابتدي بقى ايه اعمل نفس الموضوع مع الدقيق. بردك اقلب لحد ما اوصل للسخونه بتاعتهم. وبعد كده اكمل الدقيق. خلاص دي كده خلاص. بعد كده هجيب الدقيق اهو، هقلبه بردك بسرعه عشان لو دي غمق مني وبقى بني الطحينه بتاعتي هتبقى غامقه قوي. كان انا بعلبه لحد ما يسخن، بس مجرد ما يسخن، ولكن اكون محافظه على لونه الابيض. افضل اقلب باستمرار. تمام. واقلب المكونات على بعضها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اول ما هيبردوا هطحنهم في ايه، اقلبهم كويس. وبعد كده اما يبردوا هروح ابتدي اطحنهم في الكبه او في مطحنه الخلاط. ماشي. مع مرات وانا بستخدم الكبه او اي ادوات كهربائيه، ان انا اشغلها شويه وابطلها شويه عشان ما احرقش الموتور او ابوظ الموتور بتاع الكبه بتاعتي او مطحنه الخلاط. اكمل الكميه بتاعتي كلها، وبعد كده هبتدي ابس المكونات مع بعضها اكني ببس دقيق بالظبط كده، وادعكم مع بعضها. ليه بقى؟ عشان اطلع الزيوت الموجوده في السمسم وفي السوداني. هفضل حوالي 10 دقايق افضل كده ادعك فيها وبس لحد ما اطلع. اخلي العجينه في ايدي عامله زي العجينه، طريه وعامله زي العجينه، عشان الزيوت اللي فيها كلها طلعت. بعد كده احضر الخلاط بتاعي، وهجيب نص كوبايه الزيت اللي عندي. هحط نص كوبايه في الخلاط وهضربها عشان اخليه لحد ما الزيت بتاعي يبيض. ليه برضك؟ عشان الطحينه بتاعتي تطلع لونها حلو. بعد كده اخد المكونات اللي انا خلطها على بعضها دي واحطها في الخلاط فوق الزيت اللي انا ضربته. بعد كده اقعد اضرب فيه شويه شويه. جملت الكميه واضيف كل ما احتاج شويه زيت من نص كوبايه تانية هضيفهم، واقلب بالمعلقه لحد ما احصل على القوام الطحينه اللي انا عايزاه. طب افرض انا عايزه ازود الكميه عن كده، هضيف كوبايه دقيق كمان او نص كوبايه دقيق، بس هراعي ان انا هزود حوالي ربع كوبايه زيت كمان. لكن انا اخترت، انا استخدمت كوبايه دقيق واحده لان عايزه الطحينه بتاعتي تبقى غنيه. غنيه بالسوداني وبالسمسم، وهم معروفين انهم حاجات من اللي بترفع المناعه، وبيحتوي على فيتامينات واملاح معدنيه. فانا عايزه الطحينه بتاعتي تبقى غنيه. تمام. لكن يحب يزود دي يزود عشان الكميه تزيد. وهفضل اضرب. خلصت كميه الزيت هضرب كويس جدا لحد ما احصل على القوام اللي انا عايزاه. الطحينه بتاعتي يكون قوامها كويس كده ومتجانس. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بعد كده اكون مجهزه برطمان غسلاه كويس ومعقماه كويس، برطمان كبير عشان نشيل الكميه اللي طالعه اهو. اللهم صل، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الطحينه بتاعتنا بتتكلم عن نفسها. لونها ابيض، قوامها كويس. ممكن نستخدم الطحينه نحطها على عسل اسود ناكلها بفطير مشلتت او بعيش طري. ممكن نعمل بيها سلطه الطحينه، ممكن نعمل سلطه بابا غنوج. ممكن نستخدمها في استخدامات كتيره جدا. فهنحط البرطمان واغطيه في مجال متجدد التهويه او في التلاجة. لكن هتلاحظي ان هو بعد ما اعمل الطحينه وتسيبيها شويه هتلاقي في زيت طلع على الوش. دي عادي طبيعي جدا ان هي معموله في البيت مش في المصنع. فانت هتقلبيها بمعلقه الناشفه، وبعد كده هترجع تاني للقوام بتاعها، وترجعي تستخدميها وتغطيها تاني. ده مش عيب يعني، حاجه عاديه خالص ان هي لانها معموله في البيت. وهناخد بعد كده نعمل سلطه الطحينه مع بعض. خدنا معلقتين من البرطمان، وهنعمل شويه سلطه طحينه كده. وهنجيب ميه سخنه
مية سخنة بتغلي، مية بتغلي، وهنضيفها للطحينة بتاعتنا لحد ما نحصل على القوام اللي انا عايزاه في سلطة الطحينة. واحنا احط بقى معلقتين خل، دي معلقة، وهحط معلقة تانية، ونص ليمونة. ندعي بقى الدعاء واحنا بنكمل كده: اللهم الطف بنا وبعبادك في غزة وبعبادك في السودان وبعبادك المستضعفين في كل مكان، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين، يا مغير الأحوال غير حالنا لأحسن حال. خلصنا كده بقى عصرة الليمونة بتاعتنا، يعني نبتدي نحط التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا الأساسية: الكمون والفلفل الأسود والملح. انا هحط بابريكا، او لو حبيتي تحطي شطة، يعني دي البابريكا والشطة دي اختيارية، كنت تحطيهم لكن لا، لكن الاساسي الكمون والفلفل الاسود والملح. والملح طبعا هتظبطيه حسب رغبتك انت، تشوفي اللي يناسبك والملح اللي يناسبك وهتحطيه. تمام. وهنقلبها، ممكن تقللي كمية التوابل عن كده كمان. وهنقلبها ونحصل على احلى سلطة طحينة. ومن كمان هنحط عليها فص ثوم مهروس. هنقلب كويس جدا لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. عايزاكم بقى يا حبايبي تشيروا الفيديو ده عشان لاصحابكم وحبايبكم عشان يستفادوا من عمل الطحينة. اهو فص الثوم كده. الطحينة بتاعتنا بقت جاهزة، نزينها بقى بشوية بابريكا او بشوية بقدونس. ما تنسوش بقى في لو الفيديو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.